قضيت اجمد يوم في اسكندريه. تعالوا ما اوريكم انا عملت ايه. وصلت اسكندريه تقريبا الساعه 1 بالليل، فلفينا بالعربيه حبه، واول حاجه طبعا رحنا الفلاح، مسينا على نفسنا بتاع 9 كبده كده في السخان قوي. هو كان رايق عادي بس احنا كلنا على ظهر العربيه. بعدين رحت صليت الفجر في مسجد في جليم عشان انزل اسكيت بعدها. بس فوق. قبل ما يكون شاب. وده اسلام، واحد اتعرفت عليه وسالك جدا، وهعرفكوا ليه قدام شويه. اول سكيت في حياتي. ورجلي بعد 5 ساعات بالسكيت كانت خلاص ماتت فعلا، فريحت شويه ونسيت الكروكس بتاعي مع واحد صاحبي، فاسلام اداني الكروكس بتاعه. وكالعادة اتعورت، بس يلا محدش يعني بيتعلم حاجه ببلاش. وروحت اخيرا الساعه 9 وكنت مجهد جدا، ودخلت نمت لي بتاع ساعتين كده. بعدين صحيت صليت الظهر والعصر جامع تقديم. بعدين نزلنا الشيخ وفيق بس كان لسه ما فتحش، فنزلنا جبنا فطار رايق قوي من جاد. جاي اعمل نفسي اسكندراني، قلت له عايز 2 فلافل و2 طعميه، فبص لي كده قال لي انت عايز ايه؟ قلت 2 فول و2 طعميه. وكلنا اجمد رز بلبن بالايس كريم والمكسرات، وده احسن حاجه اصلا عنده. وبعدين طلعنا على الكورنيش، خدنا لنا شويه صور كده عن مكان ميعاد السينما جه. ومعرفش بجد كنت نايم فجاه صحيت مخضوض كده، مش عارف في ايه بجد. ونزلنا رحنا جليم باي، بس تقريبا كده كان المفروض الواحد يبيع كليته قبل ما يدخل هناك اصلا، غير انه اصلا كان زحمه جدا. فدخلت جبت لاتيه من ستاربكس، وهنا كنت ندمان على ال 70 جنيه اللي دفعتهم عشان كل ما يقول لي حاجه اقول له اه. بموت جوايا وببكي على حالي. بعدين نزلنا بازوكا ناكل، كان زحمه قوي، غير انه اصلا اوفر ريتد جدا. الاكل كان عادي يعني الصراحه. وبعدين اتمشينا حبه حلوين وروحنا، وقعدت اقرا شويه قبل ما انام. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا فولو ولايك، ولو حابين تتابعوني على الانستجرام هتلاقوا اللينك موجود تحت الفيديو.